السلام عليكم متابعينا الأعزاء، شلونكم؟ إن شاء الله زينين. نبدأ فيديونا بالصلاة على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. إن شاء الله اليوم عندنا روتين تنظيف ثلاجة البيت مثل ما تشوفون. حبايبي، أقرأ وياكم هذا الدعاء: حصنوا أنفسكم وأنفسنا إن شاء الله، ودعاء للمرضى. قبل الدعاء أول شي نصلي على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله على نفسي وأهلي وذريتي ومالي وبيتي. بسم الله خير الأسماء. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه أذى. بسم الله الكافي. بسم الله الشافي. بسم الله لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. حصنت نفسي وأهلي وذريتي ومالي وبيتي بالله الحي القيوم الذي لا يموت والإنس والجن يموتون، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل على محمد وآل محمد الطيبين الطاهرين. حبايبي، هذا دعاء تحصين لنفسكم وأهلكم وبيتكم، وإن شاء الله هذا دعاء دائما تقولونه، خصوصا المرضى. أكو مرضى عندي بالقناة أتمنى لهم إن شاء الله الشفاء، آمين يا رب العالمين. بالدعاء شكو بلاء يزيل إن شاء الله، بالدعاء والاستغفار والصلاة على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. إن شاء الله أنتم كلكم تعرفون هاي الأشياء وواعين. صلاة على محمد وآل محمد اليوم جمعة، زيدونا إياها صلاة بالتعليقات حتى أنتوا تحصلون أجر وأنا أحصل أجر إن شاء الله. اليوم حبيت أنشر وياكم روتين. يلا نبدأ بروتيننا ونقول يا الله وكلاندايزر انطلق. اليوم ننطلق. عندي اليوم الثلاجة ما منظفتها صار لي فترة، والبارحة انقلب بيها الطرشي والخل مال الطرشي، خليت لها شوية قاصر ومي حار، طيتها من هاي الجلفة الزينة. وبعد البارحة رحت للسوق وجبت منها ذني مفارش مال الثلاجة، طلعن كبار بس ما تعصى علينا، لزمتهن وقصيتهن بالمقص وسويتهن رتبتهن يعني للثلاجة. وهنا خلصت تنظيف الثلاجة ورتبتها. شفتوه خونة الهوسل بالبداية الفيديو. ما أدري البيوت العراقية ما أعرف ليش بيها هواي شغل ومتعبة، ما أعرف والله. يعني إحنا نرتب بالليل وبالنهار وهاي، ومن نقعد الصبح اللي يقول شايلين يومية شايلين. هاي الكاونتر همين عندي مال المواعين اليومية، يعني اللي استعملها هم غسلته ورتبته. يعني هاي شغلات جوا إيدي أستخدمها دائما، فهذا الكاونتر ما يترتب. خلصت تنظيف ترتيب بس المطبخ. وهنا سويت برياني. شلون برياني؟ خبل. إذا تردون الوصفة أرجع أعيدها لكم وأسويها واحد. هذا يعني قلت اليوم ما تفصل. هذا برياني بالدجاج. وبعدها عندي شوندر سالكته من الليل وعفته يبرد، وجيت هسه سويته. أنا مسويته من الشوندر وياكم. شوندر سلكته وخليته، وهنا قطعته وخليت عليه كرفس ورمان ودبس الرمان وعصرة ليمون، خليته على جهة. وبعد اليوم كلاندايزر اليوم عندي منطلق. أني طلعت للطرمة، شفت الشمس اليوم رحمة زينة نعمة، جو دافي، صار لي واهي الصراحة للتنظيف. غسلت الطرمة صار لي تقريبا 3 أيام ما غاسلتها.
همينة غسلتها وصايرت لك كلها تراب، لأن إحنا بيتنا على ركن. لو أغسلها يومية نفس الشي، لأن السيارات من يمنا والتكاتك يفوتن فالتراب كله عالطرمة وطبة وطلعة. إن شاء الله هذا روتيننا. وإذا أول مرة تشاهدون قناتي أتمنى تعجبكم وتعطونا لايك واشتراك وتفعلون جرس الاشتراك حتى كل ما ينزل فيديو انتو تشاهدونه. وانا هالايام ادري بيكم جاي اضغط عليكم باللايكات، لان والله حبايبي اللايكات هي اللي تصعد القناة، يعني هي اللي تخلي الفيديوهات توصل اكثر عدد من المتابعين. وادري بيكم انتو حبايب ما تقصرون، ان شاء الله بوجودكم تكبر القناة. يعني انا قلت لكم بالاسبوع انزل روتينين، بس اليوم نزلت الجمعة اضطريت، يعني صار لي مجال نزلت، راح انزل. وبعدها طبينا هنا للبيت، رتبناه ونظفناه. وشو إذا شفتوا شجرة الكريسماس هاي هم الأولاد حبوا يسوونها، صح إحنا مسلمين ما نقلد، بس هم الأولاد حبوا يعني هذا الشيء يسوونه هم إلهم، فقلت ليش يعني أفشلهم ويضوجون وأضغط عليهم، خليهم براحتهم، وهذا الشيء يعني يصير شلون ذكرى حلوة إلهم، يقولون يعني إحنا كنا هيك نسوي فد أشياء، إحنا ما نقلد، إحنا مسلمين صح. وهنا بعدها فترة راحة إنه لازم شنو جمعة نطب نغسل غسول الجمعة ونصلي. وهنا يعني رتبت وياكم الغرفة وراح أطلع أشوفكم ترتيب المطبخ، وإن شاء الله وياكم خطوة بخطوة. هنا جيت للمطبخ شوفكم الغدا مالتي كمل، غدا بسيط، برياني وروبة ونعمة من رب العالمين، يا رب احفظها من الزوال يا الله. اللهم اشبع كل جائع واكسي كل عريان يا رب العالمين. وبعدها أخذنا راحة وبلشنا بالواجبات والدروس اليومية محاوطتهم، هذا يدرس فيزياء، هذا يدرس إنجليزي، هذا يدرس عربي، وأنا قاعدة بالنص. هذا كل ساعة صح يمه هذا شنو، يمه هذا شنو. وهاي إن شاء الله بالليل سوينا أذرة، غسلتها وسلقتها، يعني هي من المغرب خليتها تقريبا أخذت لها ساعتين ساعتين ونص، يلا انسلقت على نار هادئة. وبعد ما سلقتها قطعتها مثل ما تشوفون بهذا الشكل، أدي أسويها إذرة مثل هذول بالشارع اللي يبيعون العرباين. هنا ذوب الزبدة وعصرة ليمون خليت عليها. هم الأولاد هاي يعني هسه هذا الجيل يحب هاي الشغلات. خليت عليها دبس الرمان، والصراحة أنا هم وياهم أحب هاي الشغلات، مو بس هم دبس الرمان. وراح أخلي بهارات الجبن موجودة عند العطار، بهارات الجبن إيش قد ما تحبون خلوا منها، هي طعمها كلش طيب. وملح لأن الذرة سلقتها ملح قليل. وبعدها راح أخلي شو اسمه هذا سماق، خليه سماق أو ناس يسمونه سماق يمكن، ونقلبها حتى تتنكه كلها بالشغلات اللي ضفناها من المواد، وطعمها صار كلش طيب. وشوفوا هسه شلون راح هسه هنا شلون أشويها بالطاوة أو أشوحها على قولتهم. شوفوها هسه
طعمها طيب، تجربة حلوة. مثل أهل العرباين اللي مو أهل العرباين، هسه يقولون تقول أهل العرباين، البائع المتجولين اللي بالشارع، أحكيها بالفصحى. وهناك ملت وشوفوها، المناظر تحكي وتتكلم والبطون تتألم. شوفوها والله طعمها كلش طيب. وحتى هذا الشيف اللي مخليته مبتسم، ايش قد ما يقول لكم اليذرة طيبة. ما أدري أنا هذا من أشوفه أتفائل. والله لين شكله هيك مبتسم وحلو. يلا حبايبي لا تنسونا من اللايك والاشتراك.